قلت لي اسمك أحمد؟ ايوه. طيب ايش كان سؤالك المؤتمر الصحفي؟ ايش بدأت بالسؤال هذا يعني؟ خلاص يعني عقدتهم السؤال هذا. إنه جاوب. سألتك أنا تجاوب. سؤالي عن المختطفين وعن الانتهاكات وعن الانتهاكات الذي يعاني منها. ما دخلك. احنا نختطف من الشيء ونسر من الشيء، ما لك دخل. كيف ما دخلني؟ هذا من حقي اتحاكى ودافع عن اي مختطف او اي انتهاكات يقوم بها الحوثي، خاصة وانا ناشط اعلامي وصحفي وحقوقي، من حقي. طيب ايش رايك بسيدي؟ سيدي انت عهد السيدي زمان، هذا احنا الحين بالدواقر جايبين سيدي. إن سيدي عبد الملك. سيدك ها؟ مدانا لهانا الا سيدك، ومداك انت لهنيك الا سيدك، جاي يقول لي سيدي. طيب ايش رايك بالمسيرة القرآنية؟ مسيرة بدون قرآن صح؟ كيف؟ ايش يفهم؟ فهمني. هذا المسيرة الذي بيدعي انها مسيرة قرآنية. اسألك سؤال اول حاجة، كم انت حافظ من القرآن؟ ايش؟ كم تحفظ من القرآن؟ غير سؤال. والبشرف حقك كم محافظ؟ والله ما اضرب ركعة. ما بيصليش؟ والله ما ادي ركعة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. كم انت حافظ زوامل؟ الناس الدواكر. زوامل؟ نعم. ما شاء الله. أسمعك آخر زامل. وشو؟ أنا رجعت تسألني أنا بدل ما اسمعني. كم بتحفظ من الزوامل من حقك سيدك هذا؟ خيرات. ليش ما تخلوها مسيرة الزوامل أخرج من المسيرة القرآنية؟ شوف لا تعدى حدودك. المسيرة القرآنية بتتحدث عنها مسيرة تفجير، انتهاكات، اختطافات، معاناة للشعب، أزمة اقتصادية، حاصرتوا الشعب باسم المسيرة القرآنية وأنتم بعيدين عنها. جاي يقول لي مسيرة قرآنية. يا أبو عقيل تعال شلوا الفلفسي هذا السجن، هذا ما منوش خراج. عادي، والمسجد السجن طبيعي. آخرتها يكون الجهال الذي ما يعرفوش أيش التعليم ولا